مرحبا بكم الناس الكل في اخبارنا الرياضيه. مصدر من اهلي لمصري يفجر مفاجاه: علي معلول يؤكد تلقي عرض من الترجي التونسي. كشفت تقارير اعلاميه مصريه انه اللاعب الدولي التونسي علي معلول وجه صدمه لاداره الاهلي لمصري بخصوص ملف تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهايه الموسم المقبل، حيث اكد ان علي معلول تراجع عن موقفه على تجديد التعاقد مع الاهلي بعد ان تلقى عرضا جديدا للانتقال الى صفوف نادي الترجي الرياضي التونسي بحسب ما قاله مصدر من الاهلي. واضاف نفس المصدر: الترجي قدم عرض مغري لعلي معلول لينضم الى صفوف الفريق مع نهايه تعاقده مع الاهلي المصري، خاصه انه ايمن بن محمد الظهير الايسر للفريق حصل على وعد بالرحيل عن صفوف الفريق في الفتره المقبله. وتابع علي معلول يرغب في العودة إلى تونس بسبب ضغوط زوجته التي ملت من الحياة في مصر وترغب في العودة إلى جوار عائلتها في بلادها، ويحق لعلي معلول التوقيع لأي نادي من دون الرجوع للأهلي بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.